نبداو بالتعريفه المرجعيه اللي كيف قلت متقادمه متهالكه متآكله. تعريفه مرجعيه اللي تحطت في اتفاقيات وطنيه منذ 2005، عرفت بعد التغيرات الطفيفه 2006 2007 الاتفاقيات الوطنيه اللي توقعوا، ولكن منذ ذلك الحين وهي جامده. تخيل انه في الاتفاقيات الوطنيه عندنا نص صريح كيدوي على انه 3 سنوات خاصها تجدد، ولا تجديد من ذلك الوقت، بقات ثابته. وهذا اشكال قانوني واشكال ديال الممارسه، ناهيك على انه كانت واحد الحركه بسيطه في 2020 كان تم اتفاقات ما بينات المعنيين بالامر اللي هما المصحات الخاصه واللي معاهم، وما بينات الهيئات المدبره واللي معاهم، على اساس انه توقع اتفاقيه. هذيك الاتفاقيه للاسف وقعت على لا سنسات بحدها كنوبس، ورفضت انها توقع وبدافع اللي هو مبرر، قالت لك غياب دراسه اكتواريه باش نعرفوا الاثر ديال ديك الاتفاقيه. فبالتالي ما وقعتهاش كنوبس، لا سنسات وقعتها وبدات في تفعيل بعض الاجراءات منها، ما فعلتهاش كامله، فعلت فيها بعض الاشياء بين قوسين بحال بيت سكان اللي كنا هضرنا عليه، واحد لقيته في الفيديو ديال لوسيتي، كنا هضرنا عليه في لوسيتي، راه فعلته. ليسونسيال هو انه اتفاقيات متهالكه وتعريفها مرجعيه قديمه جدا. عندنا مشكل ثاني هو المتعلق بالكمام، هذاك الكلاسيفيكاسيون كومين دي زاكت ميديكو اللي هو التصنيف المشترك للتدخلات الطبيه. هذا خرج في 2024 في البدايه ديالو. كنت استبشرت خير لانني من شفتو خرج قلت صافي ما بقاش بزاف، واحد 6 شهور كاع غيبنيو عليه اتفاقيات وطنيه وغادي يخرج لحيز الوجود. ولكن للاسف لحدود اليوم، حنا في اكتوبر 2025 ومازال لم يرى الضوء. بل الاكثر من ذلك، اليوم وانا كنتصنت اللقاء اللي داروا السيد وزير الصحه مع القناه الثانيه وهضر على التعريفه المرجعيه، قال لك ان الهيئه العليا للصحه هو من اختصاص الهيئه العليا للصحه، نتفق لانها هي هيئه الضبط والتحكيم. ولكن الاشكال اللي عندنا اليوم هو انه هذه الهيئه اللي السيد الوزير كيهضر عليها، الهيئه العليا للصحه، راه خرجت في ديسمبر 2023، خرج القانون المنظم لها في الجريده الرسميه، وتقال في القانون انه كحد اقصى 6 شهور غيخرجوا المراسيم التنفيذيه ولا المراسيم التنظيميه ديالهم باش تولي فعاله. ولكن للاسف لحدود اليوم ما زالت العديد من المراسيم ما خرجت، خرج بعضها ولكن البعض الاخر ما خرجش، وبالتالي الهيئه العليا للصحه باقا ما كايناش عندنا. واليوم المواطن متضرر من التعريفه المرجعيه، فالى متى غنبقاو ننتظر؟ راه واحده من الاشياء الانيه والعاجله اللي يجب الاشتغال عليها من طرف الوزاره، وهي هذه المساله. الا كنتسناو الهيئه العليا للصحه اطلاق المراسيم التنظيميه باش تخرج هي الحيز الوجود وتبني الاتفاقيات اللي لا اعتقد انه كاينين اتفاقيات اطار، ماشي يلا غادي نعاود نبنيهم. والاتفاقيات ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف، سهل انها تبنى، غير تعطاها وقتها وغادا تخرج في ظرف شهرين 3 اشهر الى كثر. فنتمنوا من الوزاره، وهذه هي الرساله اللي بغينا ندوزوا اليوم لوزاره الصحه، انها تسرع المراسم التنفيذيه باش الهيئه العليا للصحه تخرج لحيز الوجود وتخرج لنا اتفاقيات وطنيه اللي تعطينا تعريفه مرجعيه توازي ولا كتتماشى مع الثمن اللي ولا اليوم في السوق، لانه اثمنه كارثيه بالمقارنه مع التعريفه المرجعيه اللي كاينه اليوم.